كوكيز أول أو أكل بسكوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. هعمل معاكم بسكوت ال10 دقايق، بسكوت سهل وبسيط ومكوناته موجودة في كل بيت. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. في بولة هنزل ب2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة او فانيليا بودر المتاح عندك. هنزل عليهم برشة بسيطة من الملح، كوب الا ربع من السكر. بعد كده هستخدم المضرب الكهربائي، تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب اليدوي المتاح عندك. هنضرب كويس جدا لحد ما السكر يدوب تماما. بعد كده هنزل بنص كوب من الزيت زائد 3 معالق كبيرة من السمنة. تقدري تستخدمي الكمية كلها زيت او سمنة او تحطي سمنة على زيت على زبدة المتاح عندك، اعملي المهم الكمية كلها تبقى كوب الا ربع. بعد كده هكمل بالمضرب الكهربائي تقريبا مدة 2 دقيقة، ولو بتستخدمي الخلاط هتمشي بنفس الخطوات. هنزل بالدقيق، معايا كوبايتين ونص من الدقيق، بس مش هتنزلي بالدقيق كل مرة واحدة، ممكن تحتاجي من كوبايتين وربع لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق. يعني انتي هتعجني وهقولك ازاي تعرفي انتي محتاجة دقيق كمان ولا لا. هنزل بمعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، بالاضافة ل2 معلقة كبيرة من النشا. هننخل المواد الجافة دي كويس جدا. بعد كده هنبتدي نلم العجينة بسباتولا او بايديكي بس باطراف صوابعك، احنا مش بنعجن كتير، احنا بنلم العجينة بس لحد ما الدقيق يختفي تماما. لو حسيتي ان العجينه لسه بتلزق معاكي قوي هتضيفي معلقه من الدقيق لحد ما توصلي لعجينه طريه. لو بتلزق ممكن تلزق بسيط خالص لان احنا لسه هنقسم العجينه ونضيف اضافات تانية. لكن لو مش هتقسمي العجينه، عايزين قوام عجينه يكون طري معاكي جدا، تمسكيه بايدك كده ما بيشققش وما بيلزقش في ايدك في نفس الوقت. العجينه معايا طريه خالص وبتلزق تلزيقه بسيطه خالص زي ما قلت لكم، لان لسه هضيف اضافات تانية. هنقسم العجينه على نصين بالتساوي. اول جزء هنزل ب2 معلقه كبيره من الكاكاو، ويفضل ان انتي تنخلي الكاكاو كويس علشان ما يبقاش فيه تكتلات. بعد كده هتعجنيهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى معاكي عجينه طريه مش بتشقق. ولو لقيت العجينه نشفت معاكي وبتشقق معاكي، زودي معلقه لمعلقتين كبار من الحليب. الجزء التاني هنزل عليه بمعلقتين كبار من كاسترد الفانيليا. ممكن تستبدلي الكاسترد بنشا او دقيق، بس الكاسترد بيدي لون وطعم حلو قوي للبسكوت. شايفين العجينه طريه ومش بتشقق معاكي؟ زي ما قلتلك لو لقيتيها بتشقق زودي معلقه او معلقتين من الحليب. بعد كده هتجيبي صينيه، ممكن تفرديها ورق زبده او بلاش خالص عادي، البسكوت مش محتاج. بس انا بصراحه مع الصواني الغامقه بحب يعني افرشها ورق زبده. هتبتدي تكوري البسكوته، حجمها تقريبا من 18 ل 20 جرام، وهتبتدي تشكليها بغطاء ازازه او اي شكل بسيط، ممكن بشوكه كمان زي ما تحبي، شكل بسيط خالص. بالنسبة للتسوية، في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200، ولو الفرن بتاعك عالي قوي خليه على 180، هياخد من 10 ل 15 دقيقة تقريبا. هنا هستخدم صينية مش هدهنها اي مادة دهنية ولا هستخدم ورق زبدة. هنا هعمل شكل تاني من الكوكيز او البسكوت. جبت قطعة من الشوكولاتة وقطعة من الفانيليا، وابتدي اخلطهم بشكل بسيط كده واكورهم، هيطلع معايا البسكوت بالشكل ده. الشكل ده بيبقى لذيذ جدا. كده انا خلصت كمية البسكوت او الكوكيز كلها. بجد البسكوت ريحته خطيرة، وده شكله بعد ما طلع من الفرن. ما بتحركوش غير لما يبرد تماما، عشان اول ما بيخرج بيكون لسه طري شوية، لكن بعد كده بتقدري تحركيه من الصينية عادي خالص. البسكوت طالع مظبوط وسواه مظبوط جدا. عايزة اقول لكم ان انا محتاجتش افتح عليه الشواية، كنت مشغلة فرن فقط. شايفين البسكوت هش ومظبوط سواه ازاي؟ اتمنى تجربوه وتقولي رأيكم في التعليقات. البسكوت ريحته خطيرة مهما اقول لكم. عايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا لما تدوه لاولادكم في اللانش بوكس. عايزاكم تلاحظوا في ايد صغيره كده وانا شغاله بتيجي تسحب بسكوته وتمشي. دي جودي الصغيره، يعني عايزه اقول لكم بتعشق البسكوت ده. بسكوت سريع ما اخدش معانا وقت خالص، ولا في عمايله ولا في تشكيله. اتمنى تجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.